اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المشاهده على نسمة لايف. كالعاده مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين في هذا الصحيح. ضيفنا الاول سي لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس حركه النهضه. مرحبا بك. كل عام وانت بخير. سنة وانت طيب. نورتنا بحضورك. فما الموضوع الاول اللي باش نحكيو فيه اللي هو في ظل التطورات الاقليميه وازمه الخليج، موقف حركه النهضه وحركه النهضه في قلب الاتهامات من عديد الاطراف من تونس ومن الخارج. شوفوا التقرير وبعد نبداو نقاش. تفضل. دعونا إلى الحوار ودعونا إلى حل المشكلات عبر التفاوض والبحث عن تسويات، والمنطقة الجغرافية يتغلب عن كل منطق إيديولوجي. كان هذا تعليق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من الأزمة القطرية، واللي يتأكد من خلال البيان اللي دعت فيه الحركة إلى عدم التصعيد وتغليب لغة الحوار. جريدة الشارع المغاربي كانت حكيت على الموضوع هذا في مقال بعنوان وزلزلة النهضة زلزالها، واللي قالت فيه إنه الأزمة هذه شكلت للحركة صدمة أشد وطأة من الصدمة اللي تلقاتها في صيف 2013 بعد عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية المصرية وصعود عبد الفتاح السيسي للحكم، وهو ما ينبئ بخطورة فقدان حركة النهضة معظم ما كانت تنعم به من ثقل إقليمي وقدرة على التشبيك والمناورة اللي تعرفت بها حركة الإسلام السياسي. كما حكت الجريدة على ردود أفعال الحركة وقالت إنها كانت تميزت بالحذر على الرغم من العلاقة المميزة اللي تجمع راشد الغنوشي بالأسرة الحاكمة في قطر، واللي يتأكد من خلال دعوة بيان الحركة إلى التهدئة وعدم إدانته لعملية قطع العلاقات مع قطر من قبل مجموعة من الدول. من جهته صرح راشد الغنوشي في حوار صحفي أن الحركة تتفاعل مع وقعها تفاعل عقلاني موضوعي وتتنازل عندما يقتضي الأمر ذلك. وفي سؤاله على مدى تخوف الحركة من أدراجها في قائمة الإرهاب اللي كانت أصدرتها الدول الخارجية، قال الغنوشي أنه لم يحصل أن تم تصنيف الحركة منذ بروزها في أي قائمة دولية للإرهاب وحتى في النظام السابق، ورغم علاقات الرئيس السابق القوية ولوبيته في الدول الغربية لم ينجح في وضع الحركة في القائمة هذه. مع أزمة الخليج حركة النهضة كل الأنظار اتجهت لها من مناصريها وزادها ومن أعداء حركة النهضة من تونس ومن الخارج ومن منتقديها، وكل الأنظار اتجهت لكم أنتم. موقفكم نوعا ما كان ممكن هو الموقف الرسمي للدولة التونسية، ولكن في الباطن فما تشكيك معناتها في نوايا وفي موقفكم أنتم تجاه هذه القضية. سي لطفي زيتون تفضل. بارك الله فيكم على الدعوة. هذا الحدث امتحان للحركة اللي قالت في مؤتمرها العاشر أنها ستتحول إلى حركة مؤهلة للتعامل مع الدولة ولتسيير دواليب الدولة. هذا أول امتحان. صحيح أنه العلاقة فيها خصوصية بين النهضة وقطر، ولكن المطلوب خاصة في موضوع العلاقات الخارجية الالتزام بموقف الدولة، وموقف الدولة عارفينه احنا اللي هو مش توا بركة معناها هذا تاريخيا، معناها تاريخ الدبلوماسية التونسية أنه ما تدخلش في المحاور خاصة العربية، حتى المحاور الدولية احنا ما دخلناش. يعني صحيح احنا تونس تاريخيا قريبة من الحلف الأطلسي، ولكن حافظت على علاقات جيدة مع روسيا من الاتحاد السوفيتي، علاقات جيدة مع الصين. رئيس بورقيبة الله يرحمه زار الصين في أوج الصراع من الصيني الأمريكي وحظي باستقبال كبير، وكيف ما زار أمريكا بحيث وعربيا هذا الموقف هذا أشد وأكثر رسوخا. يعني تونس معناها شاركت في ولا هي اللي قادت المصالحة ما بين النظام الأردني ومنظمة التحرير اللي صارت الحرب الأهلية بيناتهم. تونس رفضت باش تحضر القمة العربية المشهورة اللي أعطت معناها في حرب الخليج الأولى، حيث احنا معناها بلادنا ما تدخلش في المحاور. النهضة المرة هذه معناها والموقف معناها نوقش طويلا في المؤسسة القيادية للحركة، وقررنا معناها الالتزام بموقف الدولة. والرئيس رئيس النهضة اتصل بالسيد رئيس الجمهورية بعد الاجتماع هذا وبلغوا موقف الحركة، وكان اللي هو هذا الموقف يأهل تونس باش تلعب دور إذا اشتدت الأزمة، لأنه احنا أولا حتى حد ما عنده المعلومات الكاملة شنو هو أسباب التصعيد هذا الكبير والأزمة هذه، ومش عارفين شنو هو المدى اللي باش توصل له. فالموقف هذايا يخدم بلادنا ويأهلها باش تكون مش جديد عليكم معناتها الأزمة هذه اللي موجودة. هذا من الناحية السياسية، هذا من الناحية السياسية أنه
واحد ما يدخلش في الخصومات العربية وما يدخلش في المحاور العربية لأنه هذا مضر ويزيد يشتت ويقسم. احنا الخليج هو الكتلة الوحيدة في العالم العربي اللي هي المغرب العربي ضعف، الجامعة العربية ضعفت، هذه المنطقة اللي بقات تنسق وبقات معناها كأنها عائلة واحدة. فما توا خلاف فيها سياسيا موقفنا الحياد، فما وجه آخر للموقف التونسي اللي هو بلور ظهري البارح من خلال إرسال طائرة فيها مواد طبية وفيها حليب أطفال. هذا الجانب الإنساني اللي متعلق بالشعب القطري الشقيق، واللي هو معناها مش معناها الأصل أنه رمضان توا، والاصل انه نوقفوا مع الشعب هذايا في المحنه نتاعو، وما نخليوش الازمه هذه تاثر على معيشته ولا تاثر على وضعه هناك ولا تاثر على المواد الموجوده. احنا في شهر رمضان، ونتصور هذا الشعور حتى الشعوب اللي فيها اللي هي معناها دولها في جزء من الخلاف تشعر به. معناها احنا العرب في الاخير عائله واحده يعني. فتونس معناها نشوف انا باللي وقع البارح رساله الطائره العسكريه، وان شاء الله تزيد معناها يكون فما جهد اكثر في الجانب الانساني، موقفها متكامل يعني وجيد يعني. باهي نبدا معك فرشيش. هو سي لطفي انا اتفق معك في التحليل نتاعك، لانه أزمة خليجية ما نعرفوش ريالمون شنو هي المحركات الحقيقية نتاعها، ما نعرفوش شنو هي الصباعات نتاعها، وكما بدات كما تنجم تنتهي في وقت. دونك اتخاذ مسافة من جميع الأطراف أعتقد أنه الحل الأسلم، لكن الناس هو اللي يطرح نفسه، على خاطر شفنا نوع من الدامبينج الإعلامي، عملية إغراق إعلامي خاصة من صحف أو يعني تلفزيونات تابعة الشق المناهض لدولة قطر. يعني اليوم واسمه قطر بالإرهاب، كيف يعني وصل الطش صراحة لحركة النهضة. شفنا يعني لغة التسريبات اللي قاعدة تخرج في الصحافة الإماراتية والسعودية، يعني حركة النهضة كيفاش ترد على هذا؟ والله بدأت الإجراءات في لندن لمقاضاة شبكة سكاي نيوز باعتبارها شركة بريطانية. لأن احنا معناها مش هذه القضية الأولى، مش هذا عملية الاتهام الأولى في تاريخ الحركة. تمرينا ببرشا قضايا من النوع هذا، ربحناها الكل. القضاء البريطاني باعتبارها هي شركة بريطانية في الأصل. سامحني، شنو القضايا اللي ربحتوهم ضد مثل في مثل هذه القضايا؟ في برشا مثلا ضد برشا في بريطانيا ضد مثلا ساندي تيليغراف، ضد ساندي اكسبريس، ضد ديزايت الألمانية، برشا ضد كل العرب اللندنية تاريخيا. التوجه نتاعكم يعني في المرحلة هذا الجانب القضائي، يعني انه اتهام غير صحيح، خاصة يعني منتظر على كل في اجواء التوتر منتظر. والمطلوب اكثر من الاطراف المسؤوله في البلاد انها تضبط النفس، ما يوليش ازمه بعيده علينا في الخليج ولا حتى الازمه السوريه، ولا تولي جزء من الاستقطاب في البلاد وتولي جزء من تبادل الاتهامات. انا على كل نسجل انه الموقف السياسي، موقف الطبقه السياسيه ناضج. معناها ما فماش الا بعض الاشخاص والا بعض الاحزاب الهامشيه، ولكن مواقف الكتل الرئيسيه سوى الاحزاب الرئيسيه ولا الكتل التاريخيه كيف اليسار كيف الجبهه. معناها فما موقف مسؤول وناضج ومصطف مع الموقف نتاع الدوله التونسيه. وهذا طبعا احنا تو تجارب، يعني مش دخلنا في معارك ماهيش نتاعنا، وانا كنت البلاد خلال هذه السبع سنوات. الان انا نقول بلغت الطبقه السياسيه خاصه في موضوع العلاقات الخارجيه اللي هو موضوع يخص الدوله مش يخص الحكومه، ويخص الدولة ويخص الجمهورية التونسية ويخص رئيس الدولة بالتدقيق. فالآن موقف جيد يعني. خليفة، أنا الحقيقة نحب نناقش الأستاذ لطفي زيتون كمثقف بصرف النظر عن مسألة حركة النهضة وغيرها. والآن كيف تقرؤون الموقف الأمريكي؟ لأنه ثم حديث كونه ثم تغير في الموقف الأمريكي من مسألة الإسلام السياسي، إعادة مراجعة لدورة بما ضمنها دور قطر في المنطقة. هذا أولا. ثانيا، تداعيات الأزمة ما تقفش هناك. الأزمة عندها تداعيات على حليفكم أو صديقكم أو أخوكم أو غيرها اللي تسميه في مصر الإخوان المسلمين ومرسي، ثم في ليبيا إخوان مسلمي ليبيا، لأن هي قضية خارطة الكل. المعركة صحيح أو الخصومة، احنا نقول إن شاء الله ما توصلش معركة بين أشقاء عرب،
ما يستفيدش منها الشعب العربي، وبالتالي لا ندعمها كخصومه. لكن الخصومه اللي موجوده بين بعض دول الخليج وقطر المشكل في التداعيات على مستوى المنطقه اللي مرتبطه اكيد بفكره الاسلام السياسي. كيفاش تقرا هذا سي لطفي؟ هذا يشوف تو فما نوع من العلاقات العربيه عندها خصوصيه، مش كيف علاقات الدول ببعضها. تو مثلا في لوكسمبور وفرنسا اليوم في الحجم مختلفين برشا يعني، ولكن العلاقه تلقاها افقيه. بلجيكا لان اللي هي من اصغر الدول الاوروبيه هي عاصمه الاتحاد الاوروبي وتعامل على قدم المساواه مع باقي الدول. احنا لا، احنا فما نوع من الميراث، فما موضوع التجزئه لانه في اللاوعي ولا في الشعور نتاع العرب انه احنا امه واحده ودوله واحده، بحيث اللي نسميها العلاقات الشقيقيه، مش العلاقات بين الدول العاديه، هي نوع علاقات الشقيقيه بين الاشقاء، كيف ما اولاد العائله الاخوه يعني. فالكبير يشوف عنده حقوق على الصغير، والصغير يشوف عنده حقوق على الكبير، يعني علاقات العربيه اكثر تعقيدا. في هذا احنا نحبوا قراءتك للموقف الامريكي الان. قاعد اقول مش وانا مش ايوه لا مو مش بين هي قلت لك العلاقات بيناتنا احنا العرب ديجا معقده. ديجا معقده، فضلا انه تدخل فيها عوامل اخرى. الموقف الامريكي واضح ومش واضح. ترامب قبل الانتخابات قال انا باش نحط الاخوان المسلمين على قائمه الارهاب، وقال برشا حوايج. قال انا باش نبدل العاصمه معناها السفاره الى القدس في اسرائيل، وقال يعني جمله من الوعود. واحنا قلنا معناها انا واحد من الناس كيسالوني قلت لهم الرئيس الامريكي مش كيما رؤساء العالم الثالث ولا الدول البسيطه، هو سائق قطار ماهوش سائق سياره. سائق القطار لا يتحكم في الاتجاهات مثلا، ما يتحكمش في، ما عندوش المارشاريير، يعني عنده برنامج، عنده دولة فيها مؤسسات قوية، فيها استراتيجية تصدر كل سنة أو كل سنتين للمصالح، تحدد المصالح الأمريكية، تحدد شنو خصوم أمريكا، شنو أعداء أمريكا وشكون أصدقائها، تحدد جملة من، والرئيس يقود البلد في هذا الإطار يعني مؤثرا بالكونغرس بمجلس السيناء، بحيث ما فماش معناها فما ضغط واضح انه معناها ايقاف هذا الموقف الامريكي قاعد يقول قد يتحدث عن ايقاف التمويل الجماعات الراديكاليه. ما شفتش انا معناها هجوم امريكي كبير على المنطقه كما يصور، حتى تدوينه ترامب زاد على تويتر كما يصور البعض. شوف ماني قلت لك الرئيس يدون، الرئيس هذا يدون برشا يعني في تويتر يعني. والمؤسسات الامريكيه معناها تمشي، والسفارات الامريكيه اي موقف والسفارات الامريكيه تشتغل. فما ضغط واضح انه في معناها ما نساوش قطر استقبلت حماس، استقبلت الاخوان المسلمين. الموضوع الاخوان المسلمين موقفنا احنا انه كما قلنا العلاقات بين الدول معقده كفايه باش نزيدوها احنا تعقيدات في الداخل. معناها الاصل انه تنتهي هذه الخلافات. البلد اللي توا معناها تقريبا ما فيش انقسام في العالم العربي هو تونس والجزائر والمغرب العربي. اذا مشينا شرقا، الجانب المثقف، اذا مشينا انا نحكي لك بالجانب المثقف، مش قاعد نقول لك في موقف اليوم ثم موقفين في هذه المعارك تضعف. قلت لك المعارك هذه تضعف الوضع العربي. لا نعرف، لا احنا توقعنا ان نعتبر انفسنا في حل من الصراعات السياسيه ومواقف الدول. ثم موقف يقول لك لا هذه خصومه ماليه، ترامب يحب على الفلوس باعتبار يعتبر ان مقاده المعركه نيابه عن هذه الدول، فهي خصومه. ثم الناس يقول لك لا هي خصومه مصدرها عقائدي عند ترامب، يريد ان يقيم حد لمسلسل الربيع العربي، لمساله الاسلام السياسي، لغيرها. انتم كيفاش تقيموا؟ ثانيا انعكاسات هذا على الخيارات المستقبليه في ليبيا وفي مصر. انا ما نتصورش انه فما جانب، هذا هو نحب نعرف، ما نتصورش انه فما جانب ايديولوجي في الموقف الامريكي. المؤسسه الامريكيه مؤسسه براغماتيه، يعني فما اراده ممكن لاضعاف القوى الاسلاميه في المنطقه، وهذا بسبب تقييم انه معناها تشتغل ضد المصالح الامريكيه، تقييم في الاداره الامريكيه. مانيش شايف انه مازال شايف انه فما تفريق في الاداره الامريكيه ما بين اللي تسميه انت الاسلام السياسي
والاسلام ولا الجماعات الارهابيه، مازال التقييم هذا التفريق هذا موجود في داخل الاداره الامريكيه. نستناو احنا في بدايه الازمه، نستناو نشوفوا شنو يعني تراقبوا بحذر شنو التداعيات. ولكن احنا كما قلت لك المطلوب من الحركات اللي معناها نشأت وإلا برزت وإلا تقدمت الساحة بعد الربيع العربي أنها تبحث على تخفيف التوترات. هذه مسؤوليتها، تخفيف بما فيهم الإخوان المسلمين في مصر، بما فيهم الإخوان في ليبيا، في أي مكان فيه انقسامات وفيه توتر. يعني تشوف أنه سامحني وليد، كونه الجناح اللي دعا للإصلاح داخل حركة النهضة، اللي دعا لمدنية الحركة، انتصر أو أثبت جدواه مقابل هذه التحولات على الطرف اللي يعتقد أنه الجانب الدعوي هو المحدد. أنا نشوف أنه مازال يعني ثم صراع داخل الحركة. حتى داخل النهضة مازالت فما معناها قوى جذب إلى الوراء، وفما عملية الإصلاح ماشية، وأهميتها أنه اللي يقودها هو رئيس الحركة، وذاك علاش معناها قادرة معناها تكركر الحركه. ولكن فما قوى نتاع مقاومه وريزيستونس مازال، يعني مازال. انا ما نقولش انه احنا تو بعد سنه من المؤتمر العاشر بكل صراحه. اي لا احنا نتناقش يعني مازالت حركه النهضه في مسار هذا التطور. يعني حركه التطور قويه وثابته وعندها معناها اسس في الواقع، يعني الواقع يصدقها ويدعمها. ولكن فما ما ننساوش اللي معناها هذه حركات ايديولوجيه خدمت 40 سنه على معناها احتمت بالايديولوجيا واستعملت الايديولوجيا كاداه صراع ضد الدوله، مش بسهوله معناها باش يمكن يعني قديش الفتره ولا قديش قارين بحسابكم، لانه باش تكون الحركه معناها المحيط انا نقول المحيط اللي حاولنا ما يدفع في اتجاه معناها النجاح هذا الإصلاح والتطور وتقدمه، وإلا يدفع الناس إلى الخوف والتقهقر. ومرة أخرى مشروعكم محددين فترة ولا لا؟ معناتها يعني محددين ديدلاين ولا فترة معينة في باش تمشيوا المشروع نتاعكم هذايا؟ قال لي كمثقف امور فنيه ودقه. انت اكدت لنا بطريقتك انت معناها انه راشد الغنوشي سائق سياره مش سائق قطار، يعني دونك كل شيء كل شيء جايز يعني في حركه النهضه. لكن السؤال علاش نبقاو معناها نوعا ما على هامش الحدث الخليجي؟ لانه مثلا نعرف موقف القطري حتى في علاقته بالثورات العربيه، بالمقابل نعرف الموقف الاماراتي المدعوم الموقف السعودي اللي هو رافض تماما الاسلام السياسي، الحركات الاسلام السياسي ما فيها حركه النهضه نفسها. بعيدا عن منطقه التسريبات او الوثائق التي سربت مؤخرا الى غير ذلك، واضح ان الاستراتيجيه الاماراتيه ودايا حتى شفناها قبل انتخابات 2014 يعني كان في اتجاه اقصاء حركه النهضه تماما، يعني من يعني الاعتمادات الداخليه في تونس الحكم زاد والحكم تماما، وده اللي يفسر من بعد حاله الجمود الاماراتي التونسي بعد انتخابات 2014. يعني واضح زاد انه المعطى الايديولوجي لنا مسيطر بشكل كبير ياسر على الخلاف الخليجي. باهي انت الموقف اللي تاخذ، ما قلت لك احنا تو الاتحاد اسبري تحط نفسك قاعدين نسالوا في المثقف، راه مش قاعدين نسالوا في مش انتم تستدرجوا فيا المثقف. يا ودي خلينا ما فماش فرق. قلت لك الاتحاد اسبري تحط فيه نفسك وانت تاخذ في الموقف. اما باش تقول شنو موقف الاطراف هذه من حزب حركه النهضه والا من الاسلام السياسي، وانا نقول لك النهضه ماهيش اسلام سياسي، توا على اطراف الاسلام السياسي خارجه منه، فهمتني؟ وتاخذ الموقف، وما يهمكش الموقف هذا يتعارض مع الدوله نتاعك ما يتعارضش، مفيد شنو موقفهم منه، والا تحط نفسك في موقف الدوله، وهذا هو الموقف الصحيح في العلاقات الخارجيه. هذا هو الموقف الصحيح، خاصه في ازمه معقده كالازمه هذه اللي ماهيش قطر والامارات، السعوديه هي الموجوده في الموضوع، هي اكبر الدول الخليجيه واحده من اكبر الدول العربيه. هذا كيفاش نقراو يعني. فاحنا حاطين انفسنا، الدوله التونسيه علاقتها مع الدول تتراوح، مره تقوى. الامارات كانت من اقرب الدول لتونس في وقت من الاوقات. احنا في ظل التواصل الدولي، ما يهمنيش انا في عهد علي ولا في عهد بورقيبه، احنا هذه الدوله التونسيه تاسست في الخمسينات القرن الماضي، هذه اللي نحكيو عليها الدوله هذه، فهمتني؟ هذا نقراه في الموقف، هذا نقراه في العلاقه مع المملكه العربيه السعوديه،
كيف يعني علاقة قوية ومتينة بالدولة. فما هذا كي نحط روحي في هذا الإطار ما عادش نفكر بالجانب الإيديولوجي شنو هو موقفهم مني أنا، لا شنو هي موقف هذه الأطراف من الدولة التونسية. موقف هذه الأطراف من الدولة التونسية هي كلهم أشقاء على قدم المساعدة. صحيح قطر معناها وقفت مع في الفترة الأخيرة من الربيع العربي إلى الآن وحتى قبل الربيع العربي وقفت مع تونس، عاونت اقتصاديا، عاونت كذا. عناوين الأخبار سامحني بعد إذنك نرجع بعد عناوين الأخبار نكملوا حوارنا هنا راجعين. الماضي ساعتين في نصيف ساعة هذه مواسين مع ضيفنا سي لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة. خلينا باش نرجع للتصريح قلتم معنا بكري شوي، قلت أنه حركة النهضة خارجة على الإسلام السياسي، فهل اليوم بعد الاتهامات الموجهة للإخوان المسلمين في عديد المناطق هل تتبرأ رسميا حركة النهضة من حركة ولا من الإخوان المسلمين في ليبيا أو في مصر؟ أنا تتبرأ يعني احنا ما قلت لك احنا ماناش جزء من الإخوان المسلمين. احنا حركة تونسية وطنية ولكن هي مرتبطة بكم. خلينا من التاريخ الآن احنا منذ تحصلت الحركة على التأشيرة هي ليست لها أي ارتباطات عضوية بأي تيار وإلا بأي حركة خارج البلاد. وبعد المؤتمر العاشر أصبح الأمر عنده معناها قاعدة نجم تقول فكرية، معناها قاعدة تقعيد ليه وقاعدة معناها تأسيسه فكريا أنه احنا حركة وطنية تسعى تشتغل في إطار الدولة التونسية، ما عندناش حتى ارتباط بأي شعوريا كما قال سي وليد بعض أبناء النهضة يتحدثوا أحاديث ولا يرفعوا شعارات، هذا لا يؤثر في الموقف الرسمي للحركة. اليوم الأزمة الخليجية بينت أنكم وقفتم على الحياد، نسموه حياد إيجابي على نفس المسافة من الطرفين. هل تراجعون الموقف مما حدث في سوريا؟ لأنه احنا عشناه كذلك في سوريا وفي الأزمة السورية ووقع استفاف يمينا ويسارا. على كل أنا شخصيا تو نعتبر أنه قطع العلاقات بالطريقة التي تمت خاصة طرد السفير وقتها أنا ما كانتش مناسبة، كان خطأ. والسبب الرئيسي أنه هذا كان خطأ هو وضع الجالية التونسية والمواطنين توانسة في سوريا. هذا يخلينا إذا في الموضوع الخليج الموضوع أكبر بكثير. احنا عندنا عشرات الآلاف في كل دولة خليجية من مواطنينا من إطاراتنا يشتغلوا، والناس ما زالت تمشي. الناس معناها أهم دول اللي قاعدة تستقطب في الإطارات التونسية وفي اليد العاملة التونسية هي الدول الخليجية وخاصة قطر، بحيث الناس اللي باش تاخذ موقف في الموضوع هذا لازم تاخذ هذا بعين الاعتبار، مش تعتبر هذوما دو لا شارع كانون معناها نحطوهم في فم المدفع وما يهمناش فيهم الطرد وما تردوش، لا يلزم هذا ناخذوه بعين الاعتبار. معناها بربي سوير في النقطة هذه، بربي سوير في النقطة هذه سي لطفي، هو تقريبا نعرفوا نحن على هامش الأزمات الإقليمية كما الأزمة الليبية. حركة النهضة تعرفت يعني نوعا ما بالدبلوماسية، ما سمي بالدبلوماسية الشعبية. هل يمكن أنه نلقاو مثل هذا الدور يعني في إطار الأزمة الخليجية أم سيقع يعني الالتزام؟ أنا أقول يصعب في الأزمة هذه باش تكون فما نوع من التوسط من جهات غير رسمية. سي الباجي مؤهل باعتبار عامل السن وباعتبار التجربة الدبلوماسية الطويلة نتاعو، باعتبار الاحترام اللي يحظى به في مختلف الأطراف، ممكن في مرحلة من مراحل الأزمة يكون عنده دور باسم الدولة التونسية. ولكن على المستوى الشعبي يستبعد. الموضوع معقد برشا وشايفين داخلين فيه فاعلين يعني كبار عايزهم والطبيعة الخلافات العربية ما تتحملش دخول أطراف غير رسمية على الخط، ما تتحملش يعني. شنو ينجم يأثر على الحركة اليوم هذه الأزمة؟ لأنه توا كثر الكلام على تمويلات وغيره، أما اليوم فعلا على في وسط الحركة بعد الأزمة الخليجية وخاصة معناتها قطع العلاقات مع قطر، شنو تأثيرها على الحركة معناتها من التأثير معناتها في وسط الحركة ولا خارج الحركة في علاقاتها الخارجية وغيرها؟ شنو نجم تأثر اليوم؟ شايف إذا الناس التزمت كما قلت لك بالموقف الرسمي وانضبطت، ودعوة أنا لبناء الحركة وأنصارها أنهم ينضبطوا للموقف الرسمي للحركة اللي هو موقف مدروس واللي هو موقف في صالح كل الأطراف، سواء اعتبرنا فما طرف مظلوم
انك تدخل بالحسنى وتوقف على الحياد وتدعو للناس باش تلم الشمل وباش هذا موقف في صالح المظلوم، وموقف في صالح اذا فما طرف زاد معتدي. فالموقف اللي اخذته تونس واللي اخذته النهضه بالتبع هو الموقف الصحيح والموقف الاكثر براغماتيه والاكثر يخدم المصلحه العربيه ويخدم مصلحتنا. اذا التزمنا بهذا الموقف انا ما نشوفش فما خطر على الحركه. يعني ما تفكروش في بعث مبادره مثلا للصلح او على الاقل عن طريق رئيس الجمهوريه؟ كما قلت لك انا فما تحريض للسيد رئيس الجمهوريه انه اذا راه هو، لانه هو يقدر الظروف. يبدو تو الدنيا حاميه، مازال وقت التدخل بالحسن. فما تو الدول الخليجيه اللي هي الاقرب، فما زوز دول الكويت وعمان قاعدين يحاولوا يبدو معناها نوع من الوساطه، ونشوف الازمه كيف ستتطور. نقطه بالفضاء الخارجي قبل ما ندخل الفضاء الداخلي، كيف تنظرون لإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي في ليبيا الآن؟ أنا مش نقول لك موقفي الشخصي، لأنه يعني الحركة ما ناقشتش الموضوع هذا، بسجلوا لي أنا إذا أنا أشوف سياسي ولا مثقف كما تحب. أنا أشوف أنه هذا إيجابي. أنا معناها وجهة نظرك الشخصية. فما علاقة ربطتنا بسيف الإسلام في المهجر، وهو من الناس اللي حاولوا يتدخلوا عند الرئيس بن علي لإطلاق سراح مساجين النهضة. حركة النهضة أي موقفه إيجابي من الحركة. ما نتصورش عنده موقف سلبي من بلادنا زاد، بالعكس. إطلاق سراحه ممكن يساهم في مصالحة كبرى في ليبيا. احنا كن موقفي على كل أنه المصالحة الحقيقية في ليبيا هي بين القديم والجديد، لأنه الوضع الليبي عنده خصوصية. الناس اللي جاوا بعد 17 فبراير هم اللي تحاربوا. لو حفتر هو قائد قوات 17 فبراير، هو اللي قاد يعني الخصومه، هو اللي قاد الجيش ضد القذافي. يعني الخصومه هما ما بين الناس اللي جابتهم الثوره، جابتهم 17 فيفري. ولكن المصالحه الحقيقيه بين النظام القديم والقوى الجديده بعد ما تتصالح. هذايا اطلاق سيف الاسلام اللي هو عنده مازال النظام، مازال عنده جذور في القبائل، ومازال عنده هذا من شأنه أنه مطلق سراح ناس أخرى كيف سي بغدادي المحمودي، سي بوزيد دوردس. هذا أنا رأيي ممكن يساهم في إعادة اللحمة، لأنه في ليبيا التهديد نتاع الانقسام موجود. تفتت الدولة، هي تفتت الدولة، لأنه بعد 7 سنوات اللي احنا قضيناها مش في بناء الدولة، احنا قضيناها في الانتقال الديمقراطي. يعني الدولة موجودة قوية مريقلة، ننتقلوا منها إلى الديمقراطية. هما الدولة انهارت ما نجموش يلموها. يعني تدعون إلى مصالحة شاملة في ليبيا. أنا رأيي أنه بخروج سيف معناها ينجم يساهم إذا الأطراف كلها طبعا غلبت مصلحة ليبيا وغلبت مصلحة بلادهم ودولتهم، أنه ينجم يساهم في مصالحة تاريخية في ليبيا. بالنسبة للبغدادي المحمودي، سامحني بعد إذنك في هذه النقطة باش نكملوا معك وليد. البغدادي المحمودي اليوم يقدم قضية بحمادي جبالي وبرئيس الأسبق منصف المرزوقي. يقدم قضية القضاء، يعني اللي يحكم به القضاء هذا كوش. نعم يقدم قضية من حقه يقدم قضية. اي واحد من حقه يلتجئ اذا ادان القضاء معناتها حمادي جبالي، واذا اللي هو رئيس الحكومه. شوف اللي تولى مسؤوليه اولى في بلاد، تو انا نشوفوا في ناس رؤساء في فرنسا يحالون على القضاء بس اجتهادات ما كانتش صايبه. فاللي يقدم على تولي المناصب الاولى في بلد من البلدان يتحمل المجد اللي يوفروا المنصب هذاك والشارع والواحد، وايضا اذا فما اخطاء يتحملها. يعني انا نتمنى وقت اللي تقول لي قدم قضيه لدى القضاء ما فماش حتى مشكله. ولا قبل ما ننتقلوا للشان الداخلي سي لطفي، ما نجمش زاد كيف نفوت فرصه باش نسال سؤال على خاطر هذا على هامش الحدث الخارجي نفسه. يعني اعاده مساله تمويل حركه النهضه والتمويلات القطريه لحركه النهضه، وظهر حتى خصومكم يعني هذا بالنسبه لي والله انا نقول شوف هذه فرصه، هذه فرصه اللي انا والله الموقف مش جديد منذ كان المجلس التاسيسي. انا رايي انه ما فماش حركه حزبيه وحركه ديمقراطيه في بلاد من غير تمويل عمومي للاحزاب. علاش؟ لانه كيفاش باش تتمول الاحزاب؟ كيفاش تتمول؟ القانون الأحزاب اللي عملناه، مرسوم الأحزاب اللي عملناه ضعيف ما طولش في الحكاية هذه. الأصل أنه
كيف ما في الدول المحترمة الأحزاب تتمول من الدولة، لأنه هم الأداة الرئيسية في العملية الديمقراطية وفي تسيير البلاد وفي البرلمان. مطلوب الآن أنا نقول نداء للطبقة السياسية كلها بمختلف مشاربها، لأنه هذا في مصلحة الناس كل. ما جاوبتنيش على سؤالي سيدي. باش نقول لك في مصلحة الناس كل أنه يقع سن قانون تمويل الأحزاب، تمويل العمومي للأحزاب حسب نوابها في البرلمان، حسب تاريخها القدم التأسيس نتاعها، نشوفوا طريق، ولكن وتشديد العقوبات في مخالفة هذه الإجراءات المالية. قل لي أنت تمويل مش تمويل. أولا أنا المستشار السياسي مانيش الكونتابلي نتاع النهضة، هذه حاجة. واللي نعرفوا أنه ما فماش في النهضة تمويل خارجي، ما فماش في النهضة تمويل خارجي. لكن مش هذا راي بتاع فما جمعيه من الجمعيات تكافح الفساد دائما هذايا معناها خرجوا تقريركم المالي. تقدمت تقارير للكور دي كونت، تقدمت كل التقارير. ما قلنا احنا اللي عنده مشكله يوديها فما قضاء. تو عندنا مجلس على القضاء مستقل الحمد لله. اللي عنده مشكله يقدمها للقضاء يعني، خاصه في هذا الموضوع. ولكن شوف الموضوع مش نقعدوش، شوف راهو في مصلحه البلاد وفي مصلحه الانتقال الديمقراطي، هذا احنا مؤمنين به، انه هذا الموضوع يعالج قانونيا، يعالج في البرلمان، وما فماش حشومه. ممكن فما اصوات باش ترتفعها وياخذوا فلوس الدوله. وقت اللي الدوله تولي تعطيك الفلوس، اولا تولي تتحكم في التوظيف، ماكش الحزب يولي فما شويه محاباه في التوظيف ويجيب ولد فلان، هذه حاجه. تولي تتحكم في الناس اللي تشتغل في الاحزاب كلها، اوضاعها القانونيه مسويه ومريقله. المصاريف فما رقابه صارمه على المصاريف، فما رقابه صارمه على الحملات الانتخابيه، فماش حزب يلعب في الحملات الانتخابيه ويجيب فلوس من بحيث الموضوع هذا. وهذا راهو احنا اخر الديمقراطيات اللي داخلين النادي الديمقراطي، احنا تونس اخر واحده داخله تو، معناها سبقونا الناس وتعرضوا للازمات هذه وتحل الموضوع بشكل دقيق في البلدان الديمقراطيه. فمطلوب احنا تو انه تتعمل المبادره من هذا، وكما قلت لك تشدد العقوبات في انه باش ما تحولش الاحزاب الى دكاكين يعني خارجيه، معناها تخدم مصالح غير مصالح البلاد يعني. باش نخدم معك الشان الخارجي باش نمشيو للشان الداخلي. تعتبر انه التزام الحياد والموقف الرسمي للبلاد التونسيه هو الموقف الاسلم لبلادنا، وخاصه نعرفوا انه مثلا كما نرجعوا الازمه في العراقيه وتداعياتها مع الكويت على تونس، واحنا نعرفوا مليح انه قطر انه تقريبا هي اكثر دوله عاونت بلادنا ونتفكروا تونس 2020. هل الموقف هو الاسلم، موقف الحياد التونسي؟ قلت لك الموقف السياسي هو موقف الحياد. الموقف الانساني احنا نوقفوا مع الشعب القطري في المحنه نتاعو، والدوله القطريه في المحنه نتاعها من خلال كما قلنا معناها هذا الجانب الانساني. ما ننكروش انه هذه الدوله وهذا الشعب وقفوا مع بلادنا وما زالوا واقفين من خلال معناها من القروض والمنح اللي عطوا، من خلال امتصاص جزء من سوق الشغل في بلادنا سواء عندهم غديكه والا هنا. هذا يفرض علينا زاد موقف انساني شجاع ومتقدم، وهذا في رايي ما يمسش من ماهوش تدخل في الخلاف يعني. شفنا احنا دول كبيره الجزائر المغرب، وهذه ان شاء الله تكون خصوصيه عربيه يعني خصوصيه مغاربيه يعني. موقف المغاربي متميز، معناها فرق بين الجانب السياسي الذي التزم فيه في الحياد والجانب الانساني اللي يفرض علينا خاصه في هذا الشهر ان نوقفوا مع هذا الشعب. البرنامج اللي محضر نحن ما وقفناش على الحياد، راهو كي نشوفوا رسمي اعطينا موقف ديجا. الموقف هو دعوه الاشقاء الى التحاور. هذا حياد ايجابي، هذا الحياد الايجابي انه يملموا عائله واحده هم الخليجيين. تو بعد شويه معناه اللي باش يدخل توا بالناس هذه اللي تاجج في الصراع وتحرض على قطر ولا تحرض على بعد شويه باش يلقاو رواحهم في تسلل يعني. خلينا نمشيو للشأن الداخلي وعديد القضايا اليوم مطروحة أمام حركة النهضة، الحرب على الفساد، البطالة وغيرها والمشاكل الاقتصادية. بعد التقرير نرجع للنقاش. تفضل. بعيدا عن الأزمة القطرية، تمثل حركة النهضة حزب فاعل في تونس وفي التصاق دائم بالمستجدات الوطنية. في هذا الإطار أعلنت الحركة مؤخرا على تحالفها مع حزب نداء تونس من خلال إرساء هيئة عليا دائمة تعقد كل شهر، ويكون دورها الأساسي دعم التنسيق بين كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. الشيء اللي أثار جدل خاصة داخل حركة نداء تونس، مما تسبب في انقسامات غير مسبوقة بين بعض التنسيقيات الجهوية والقيادة المركزية
المركزية، وين تم عقد زوز اجتماعات منفصلة، الأول في العاصمة للمجموعة المساندة لحافظ قايد السبسي، والثانية في سوسة للمجموعة الرافضة للتحالف هذا. وكانت النائبة على حركة نداء تونس فاطمة المسدي أعلنت على استقالتها من الكتلة البرلمانية للحركة على خلفية رفضها للتمشي الأخير للكتلة والقراراتها، وقالت بأنها تتناقض مع قناعاتها. كما اعتبرت المسدي في تدوين لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أنه ما يحدث على مستوى العالم العربي جعل من حركة الإخوان في كل البلدان العربية تبحث عن حماية سياسية، وفي تونس ارتأت النهضة التسريع في تحالف استراتيجي مع تيار معين في النداء يعيش حالة أزمة. ويشهر أن حركة النهضة كانت في وقت سابق أعلنت على دعمها الكامل لمجهودات الحكومة في حربها على الفساد، واعتبرت الخطوة هذه واحدة من استحقاقات الثورة وأولوية المرحلة وحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج. وفي ملف الانتخابات البلدية دعت حركة النهضة في كل مرة إلى التسريع إلى إجرائها، كما أصدرت بيان دعت فيه إلى التصويت للمصادقة على مشروع الحكومة القاضي بالسماح لحملة السلاح من أمنيين وعسكريين بالتصويت في الانتخابات البلدية، وذلك سعيا منها إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت وتمسكا بمبدأ التوافق. كما كان للحركة أيضا موقف من التحركات الاحتجاجية، وين عبرت في كل مرة على دعمها للمطالب الشرعية، لكن أدانت في المقابل أعمال العنف اللي تصل في بعض الأحيان إلى حرق مقرات السيادة. ملفات بالجملة تدرسها في كل مرة حركة النهضة وتعبر فيها على مواقفها بين الرفض والقبول. باش نبداو دونك نقاشنا في الجزء الوطني والشأن الداخلي الحقيقة بالبيان المشترك بينكم وبين الكتلة نداء تونس اللي صنعت بوليميك وانقسام جديد وين داخل حركة نداء تونس. باش نعطيك شنو اللي قالت مثلا فاطمة المسدي، ونحب تعليق فاطمة المسدي اللي تنسحب من النداء وتوصف هيئة دائمة مع النهضة بهيئة حماية الذئاب. من بعد نجيك لريم محجوب وعمر عمروسي شنو اللي قالوا بعدنا في البلاتو. تفضل شنو تعليق على كلام كيف معك؟ الله يهديها لاله فاطمه. الموضوع انه هذا من ناحيه سياسيه، من ناحيه سياسيه كتلتين كبار، كتلتين رئيسيين في البرلمان جالسين ويتحدثوا على تنسيق دائم. معناها التنسيق ممكن يكون في انتخابات البلديه، ممكن يكون في تمرير القوانين. هو هذا الاجتماع معناها بدا بمناسبه قانون المصالحه باش لتنسيق المواقف في موضوع المصالحه، وزاد باش الحكومه تحس اللي فما كتله رئيسيه صلبه وراها. لانه اشتكى رئيس الحكومه اكثر مره انه والصحافه اشتكت ولاحظت انه ما فماش معناها دعم حزبي قوي للحكومه. لا مش كتله وراها، حبت تعطي رساله رئيس الحكومه انه احنا رانا موجودين ما تتناسناش. الاثنين معك، الاثنين زوز رسائل. فما توا الحمله ضد الفساد اللي اطلقها رئيس الحكومه، واللي هي مسانده لهذه الحمله، هي مسانده للمبادره نتاع رئيس الحكومه ماناش غالطين. وفما المبادره اللي اطلقها رئيس الجمهوريه، مبادره قانون المصالحه. كيف معناها هذا السبب المباشر للاجتماع، ولكن السبب السياسي الحقيقي هو انه معناها نحتاجوا باش الناس تشوف انه فما نوع من التماسك في الساحه السياسيه وفي البرلمان اللي يسمح باش العمل السياسي والعمل الحكومي يمشي بسلاسه. هذا كأنه يثير مخاوف أطراف أخرى ما هيش موجودة، ما حضرتش في هذا الاجتماع. هذا مشروع لأنه معناها الكتلتين هذوما إذا هما توا يقولوا تعايش الأخوة في نداء تونس. لا عمر عمروسي يقول أنا أحكي لك الأخوة في نداء تونس اللي شاركوا في اللقاء يعني معناها يقولوا ماهوش تحالف هذا تعايش. احنا مش لا معقول كيف ما توصل مش مشكله، ولكن هذا كونه يثير مخاوف المعارضه، يثير مخاوف الاطراف الاخرى. انا نقول زاد مشروع هذا. لا خلينا من المعارضه، احنا كيفاش نقراوه؟ نقولوا انه هذا الاجتماع كذلك ثم حاله من الغضب من رئيس الحكومه. يعني الكتلتين منحت تفويض لرئيس الحكومه، ولكن يبدو انه رئيس الحكومه بدا تدريجيا على مسافه من الكتلتين. وحتى الاجتماع الاخير اللي تم بين رئيس الحكومه والاحزاب هذه واضح، السيد حافظ قايد السبسي رفض يتكلم، قال لهم بلغوكم في مكتوب. الاستاذ راشد الغنوشي نفس العمليه. يعني ثم حاله من التوجس من حمله رئيس الحكومه على الفساد، لانه ما استشاركمش ربما، لانه ما تحاورش معاكم وشنو السقف اللي ماشي فيه. يعني هذا هو المشكل. هل الان ثم شيء من البرود في العلاقه بين الحزبين؟ طبعا نسال عن حركه النهضه معك انت برئيس الحكومه. لا معنا برئيس الحكومه فما لقاءات شبه اسبوعي، ساعات اكثر من مره في الاسبوع بين رئيس الحركه ورئيس الحكومه.
ما لاحظتش انا هذا. ممكن يكون فما شعور في الحزبين انه الحكومه تبتعد عليهم شويه وفما حوايج تتعمل بدون مشاورتهم، سواء في السياسات والا في التسميات ولا حاجه. هذا يعني كل هذا من شانه انه يقرب المسافه بين الحكومه والكتلتين الاكبر، في انتظار انه معناها التنسيقيه، هو العمل التنسيقي الرئيسي هو اللي يشرف عليه رئيس الحكومه واللي يجمع كل الاطراف المشاركه في حكومه الوحده الوطنيه. هذاك العمل الرئيسي، هذا رديف تنجم تقول ولا داعم من الخلف، ولكن هذاك في انتظار انه يبلغ هذا العمل التنسيقي كما قلت لك اللي يشرف مستوى معناها يولي فما نوع من التناغم، سينكرونيزاسيون ما بين الحكومه والاحزاب، وهذا هو بالحق وقت تولي حكومه وحده وطنيه. سي لطفي، وبعيدا عن التوصيف الاعلامي اللي يسمى يعني التقارب او التعايش او التحالف حسب ما يتسمى، ما فما تسمى نتاع سي عمار عمرو سيري وقال لك بون زواج من زواج عرفي لزواج شرعي، ولا من زواج عرفي لزواج شرعي. بعيدا عن التوصيفات هذه يعني تحت القانون تولي الزواج العرفي ينزل السجن، الزواج على غير الصياغه القانونيه بك تعرف مشكله. شنو تعليق على كلام سي عمار؟ عمار انا نشوفه معناه شخصية مهمة في الساحة السياسية من خلال نوع الخطاب اللي يعني يعمل شوية تنوع وشوية كمان حماس في الخطاب السياسي في البلاد. نستمع له أنا جيدا في مداخلاته في مجلس نواب الشعب، وما قلت لك احنا آخر أعضاء النادي الديمقراطي، ولكن هذا اللي نشوفه فيه راهو عادي جدا. عادي لو تشوف الخطاب، مستوى الخطاب تو في بريطانيا ما فما تنافس، خارجين من حمله انتخابيه وتو تشكيل حكومه، تشوف مستوى الخطاب الناس معناها تمنشر في بعضها، ولكن في الاخر معناها فما مصلحه عليا. ما نظنش انا سي عمار عمرو يجلس في اعلى مؤسسه في البلاد في البرلمان وما قالش نهار باش يقاطع البرلمان ولا يحب يحل البرلمان ولا يحب يوقف العمليه الديمقراطيه، هو يتصرف في اطار العمليه الديمقراطيه. هذاك موقف يلزم نحترموه، وما يلزمش تكون فما حساسيه مبالغ فيها خاصه من الاطراف القويه، لان يعني المشكله احنا معناها الناس كلها تحس روحها ضعيفه وتحس روحها مهدده. وهذا نجي وانت قلت لي شباب النهضه في الفيسبوك وكذا، معناها الناس كل يودي شوف حجمك انت وتصرف على بمسؤوليه تناسب حجمك. مش ما يلزمش الناس الاطراف الصغيره والاطراف الكبيره تتصرف كيف الاطراف الصغيره وتولي فوضى، الناس كل خايفه من بعضها وتتعطل العمليه. هذا حزب موجود معارض يقوم بدوره في المعارضه، انت قوم بدورك في الحكم فقط يعني. خلينا نجيك لنا السؤال قلت لك بعيدا عن التوصيفات الاعلاميه هذه كل منها حتى التوصيفات السياسيه، لان السؤال المركزي والحي اليوم يطرح في تونس هو الحرب مفتوحه ضد الفساد، شنو هي حدودها؟ كيفاش قريتها في اي سياق تحطوا؟ فما برشا كلام قاعد يتقال على الثغرات اللي فيها، يعني ثغرات على مستوى الثغرات القانونيه، على مستوى ما يقال انه فما انتقائيه، يقول لك بعد الثمانيه ذوما وال10 اشخاص اللي توا موجودين يعني تحت انظار القضاء وجزء منهم تحت الاقامه الجبريه، الحكومه ما تنجمش تواصل. كيفاش تقراها المسألة هذه يا سي لطفي؟ تصبر علي شويه من تفضل بايجاز لان الوقت. موضوع الفساد، شوف احنا في تونس قبل 6 سنوات الشعب خرج اهم شعار رئيسي هو مقاومه الفساد الذي استشرى في مفاصل الدوله والبلاد. بعد الثوره انا نقول ما نشهدش الطبقه السياسيه، مش هذا الفشل الوحيد على فكره، ولكن ما نشهدش في بلورت وفي انتاج الآليات اللي معناها من شأنها الحد من هذه الظاهرة وإلى القضاء عليها. قاعد التركيز كنت نتحدث في موضوع الفساد، الفاسدون، ناس الفاسدين موكا ولا، بينما كما قلت لك ماناش أول دولة، احنا عملية الانتقال الديمقراطي كلها ركزت على إنتاج الآليات اللي تجفف ينابيع الفساد، إنتاج قوانين صارمة، إنتاج هيئات على مستوى الدولة هي اللي تجفف الينابيع وتخلي ما عادش ممكن، والا تخلي تكاليف الفساد عاليه جدا بحيث الناس ما عادش تولي تغامر الا القله القليله. هذا احنا فشلنا، ما زالت ما بلورناش بعد 6 سنوات ما زلنا ما انتجناش هذه الاليات، فهمتني؟ فما في جهه اخرى فما استعمال سياسي للشعار. اكتشفوه وين؟ في البرازيل. البرازيل اسقطوا التجربه البرازيليه بتاع حزب عمال البرازيلي وحطوا الرئيسه في السجن بهذا الشعار.
شعار معناه. وحتى حد ما يقول اللي الناس الذين رفعوا الشعار ما همش فاسدين، لانه تو الرئيس اللي حل محل رئيس البرازيل هو نفسه متهم. مظاهرات مالية البلاد بالطول والعرض تطالب باستقالته. مش هيك؟ وعلاش المثال هذا سي لطفي؟ لا نحكي على الاستعمال السياسي بدون ما توضح معناها شنو ماذا تريد يعني. يشبه التجربه التونسيه في كوريا الجنوب فما ناس تستعمل في الشعار استعمال سياسي. ما شفناهاش قدمت قوانين، ما شفناهاش قدمت مبادرات تشريعيه، ما شفناهاش. طيب الرئيس الحكومه اخذ هذا الموضوع بيده، قال احنا تو الدوله سياستها مقاومه الفساد. المنتظر انه هذا، وتم اعتقال مجموعه من الناس. بالنسبه للاعتقالات الاصل انها تتم، احنا كما قلنا اهم مكسب هو الدستور وانه تونس تحولت الى دوله قانون. الاصل انه هذه تتم تحت اشراف قضائي في كامل احترام للاجراءات القضائيه والاجراءات القانونيه. هذا الجانب الاخر تو منتظر انه الحكومه تنتج تبعث مشاريع قوانين للمجلس اللي تترجم العمليه، لانه كما قلت لك مقاومه الفساد هي في الاصل هي مقاومه قانونيه، معناها انك تصدر من القوانين اللي يجعل عمليه الفساد والاستيلاء على المال العام والتلاعب بالمقدرات نتاع البلاد تكاليفه غاليه برشا. واضح. سي لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس حركه النهضه، شكرا لك على حضورك معنا، بارك الله فيك. احنا باش نواصلوا مع بعضنا حوارنا لليوم. بعد شويه يحضر معنا الخبير الدولي في الطاقه سي عماد درويش المدير العام لشركه سينيور انتريم. بعد الاخبار هنا راجعين.